وشكون فينا ما كيحماقش على البيتزا. جبت لكم بواحد العجينه اللي سحريه، كتجي مهويه خفيفه مقرمشه ولذيذه. غنحتاجو 2 كؤوس ديال الماء الدافئ، عبرت كاس ديال الماء، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملح، وكنضيف في الدقيق 500 غرام شويه بشويه العجينه تكون مرخوفه. اخر حاجه كنضيفها ربع كاس ديال زيت الزيتون وكنجمعها تكون مرخوفه، نغطيها واحد 5 دقائق ومن بعد كنرجع ليها وكنبدا نطويها بهذه الطريقه هذه اللي واضحه في الفيديو. كنحاول ندخل ليها كميه كثيره ديال الهواء هكا لداخل. هاد العمليه كتكرروها 3 ديال المرات، كل مره كتخليو العجينه كترتاح 5 دقائق، من بعد كترجعوا ليها وكطويوها بنفس الطريقه وتحاولوا تدخلوا ليها كميه كثيره ديال الهواء. اخر مرحله كنطويوها وكنديرها في بول وكندهنها بالزيت ونخليها تختمر مزيان. الا كان عندكم الوقت ممكن تخمروها في الثلاجه ليله كامله، ولكن ديروها معلقه صغيره ديال الخميره صافي. من بعد ما كتختمر كناخذها وكنقسمها لكريات على حسب الحجم ديال البيتزا اللي بغيتو ديروا، واش كبيره ولا صغيره. كيف ما شفتوا العجينه فيها فقاعات، هذا دليل على ان العجينه مخدومه مزيان. صافي كنرش العجينه بشويه ديال الدقيق، كنغطيها ونخليها على الاقل 11 دقيقه باش يجيكم ساهله انكم تسرحوها وما تدبكمش. صافي كتسرحوها تكون رقيقه بهذه الطريقه هذه، كتخليو الاطراف شويه اغلاط، ضروري ترققوها مزيان وكتعمروها باي حشوه بغيتو بطبيعه. فراه كتجي هاد العجينه خفيفه من الداخل ومهويه وكتجي رطبه بحال ديال المطاعم. خاص ضروري الفران انكم تسخنوه من قبل وطيبوها على النار اللي تكون عاليه.